عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. النهاردة معاكم أحمد شويبس وفي الحلقة العاشرة. طبعا الحلقة اللي فاتت اللي احنا كنا بنتكلم فيها على التحصينات، وإن أنا فعلا كنت بحصن من التحصينات ديت. والدليل الحلقة الثامنة كان ظاهر في الورقة اللي فوق الجدول اللي احنا كنا بنعمله، لأن ده كان الجدول اللي قبل الدورة اللي احنا كنا ماشيين فيها. وطبعا احنا قلنا مدى خطورة التحصينات ديت، ان هي اقل مثلا من 1000 كتكوت او 1500 كتكوت بتجيب نتائج عكسية. وطبعا في الاول خالص احنا قلنا ان الحاجات ديت تبقى من المشاريع الصغيرة، وبنساعد الناس الصغيرين والشباب والستات البيوت. ويا رب يا رب اكون حاجة نافعة ليكم. وطبعا النهارده بنتكلم عن الحلقه العاشره. طبعا اخر مره طبعا اتكلمنا عن بتاع دوت. طبعا الحلقه التاسعه زي ما احنا قلنا، وطبعا ماشي معاكم بالورقه اللي هي يوم 24 و25 و26 و27، اللي هو الامبسريلين واللي هو الاي دي اي 3 بالتبادل ال 12 ساعه. وطبعا النهارده بعد 4 ايام وعمر اخر يوم من العمر اللي هو 27 ماشي. النهارده هنتكلم عن 28 و29 و30 و31 في العمر. طبعا النهارده هنقوله ان هو طبعا عارفين ان احنا بنرجع في اخر الدوره يعني بننسق الادويه مع بعضيها. وطبعا بالتنسيق اللي هو الادويه مع بعضيها بنرجع تاني بنعيد حاجات احنا حطيناها في الاول، زي طبعا الانتيدوت وغسيل الكلى والحاجات ديت. وطبعا في حاجه عندنا اللي هي بنقولوا عليها بالبلدي غسيل كلى، بس هو ما اسموش غسيل كلى يعني، بس انا بحاول ان انا اقولها طبعا بكذا اسم علشان طبعا اللي ما فهمش يفهم. والنهارده هنتكلم عن اللي هو اليوم 28 29 و30 31. ادي 1 2 3 4 4 ايام يا جماعه، 4 ايام. هنقوله تعالى كده مع الكاميرا. هنقوله اللي هو لغايه يوم 31 1 سنتي اهوت، 1 سنتي انتيدوت على لتر ماء لمدة 12 ساعة ماشي، بالتبادل مع جرام غسيل كلى على لتر ماء. 1 جرام اهو، بص يا جماعة، 1 جرام غسيل كلى على لتر ماء. طبعا غسيل الكلى طبعا انا هوريه لكم، بس هنعيده تاني اهوت. يوم اللي هو في اليوم 31 اخر يوم اهوت عندنا في الاربع ايام دول. يوم 31 من اول 28 لغايه 31 1 سنتي انتيدوت على لتر ماء 12 ساعه بالتبادل مع 1 جرام غسيل كلى ماشي، او اللي احنا بنقوله عليه ار ان اكس. هو برضه هو غسيل الكلى، بس احنا بنتكلم برضه بالبلدي وبنتكلم برضه باسم الدواء الحقيقي، وهو برضه مكتوب عليه غسيل كلى. هوريه لكم دلوقتي على لتر ماء لمده 12 ساعه. تعالوا يا جماعه كده نشوفوا الانتيدوت اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، 1 سنتي على لتر ميه. طبعا كلنا عارفينه وطبعا شفناه قبل كده. زي ما حضراتكم شفتوا. طبعا اللي هو غسيل الكلى، او برضو بص يا جماعه مكتوب عليه غسيل كلى منشط للكبد، غسيل كلى منشط للكبد، اللي احنا بنقوله عليه برضو ار ان اكس. ار ان اكس ده طبعا بالتبادل
وطبعا عارفين كلنا يا جماعه ان ان طبعا كل واحد واعماره، لان في واحد بياخد مثلا بيشرب 20 لتر، في واحد بيشرب 50 لتر، في واحد بيشرب 100 لتر. طبعا بتختلف ما بين كل واحد والتاني. ويا ريت يعني يا جماعه من الحلقه اللي فاتت تستفيدوا ان اللي انا قلته الحلقه اللي فاتت، اللي هي خطوره التحصينات والنتيجه العكسيه طبعا. ان الحاجات ديت مش لحد بيربي 500 او 600 او 1000، لان الحاجات ديت بتعمل نتيجه عكسيه للاعداد القليله. وطبعا انا مش عايزكم حتى لو انا جربتها انتوا كمان تجربوها. ويا رب اكون حاجه نافعه ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.